السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد إن شاء الله غادي يكون الناس اللي كيعجبهم المسلسلات التركية. واحد المسلسل جديد غادي يتعرض على دوزيام في الأيام المقبلة، غادي يكون العنوان ديالو الانتقام. مسلسل إن شاء الله تركي، سيكون مدبلج طبعا باللغة بالدارجة المغربية، وغادي يتعرض إن شاء الله على دوزيام ابتداء من يوم الخميس، أي كل خميس غادي تشوفوا هذا المسلسل اللي غيكون العنوان ديالو الانتقام. غادي نهضروا هنا دابا على القصة ديال هذا المسلسل. قصة هذا المسلسل اللي هو العنوان ديالو الانتقام، اللي غادي تعرض كل يوم خميس على دوزيام في الأيام المقبلة. غادي تهضر على واحد الشاب اللي بغى يحقق العدالة وينتقم لختو، وينتقم من الإنسان اللي قتل ختو. غادي يبدا يبحث ويبحث، وغادي يكتشف بأن هاد ختو اللي كانت الخدمة ديالها كانت هي صحفية، واللي قتلها رجل إعلامي يعمل كإعلامي، ولكن هي الظاهر ديالو والحقيقة ديالو هو مجرم حقيقي، رجل عصابات فاسد. ومن هنا غادي يبدا هذا الشاب باش يلقى اللي قتل ختو وينتقم منه كما قلنا اشد انتقام. ولكن باش يحقق هذه الامنيه وهذا الانتقام، غادي يجر معاه واحد، غادي يقوم بواحد المهمه، وغادي يستغل فتاه يتيمه مسكينه، غادي يستغلها باش يحقق هذه العداله وباش ينتقم من ذلك الشخص. ممكن غادي تكون كطعم لذلك الشخص باش ينتقم منه وتجر له، وانت تكون عفوا تخليه يدير فيها الثقه، من بعد غادي تجيبوا ليه باش يقتلوا او ينتقم منه لانه قتل الاخت ديالو. هذه هي القصه اللي غادي تكون لهذا المسلسل الانتقام كما قلت لكم، اللي غادي تشوفوه كل يوم خميس على دوزيم بالدرجه طبعا مدبلج بالدرجه المغربيه. كما قلنا الانتقام سيكون قوي من هذا الشخص اللي قتل اخته، غادي تكون المفرجه. هذه هي القصه ديال المسلسل. كنتمنى اللي شاف ديجا هذا المسلسل شافوه بالتركي ولا شوفوا في شي قناه تركيه يهضر لنا عليه ويقول لنا واش مسلسل زوين يستحق المتابعه. المهم انتظروه يوم الخميس على دوزيم والقناه الثانيه المغربيه كل يوم خميس بالدارجه المغربيه ان شاء الله. الا كانت هناك بزاف ديال الا كانت شي اخبار عليه ولا شي حدث عليه ولا شي حاجه كتخص هذا المسلسل، ان شاء الله كتبوا لي في التعليقات، انا غادي نقلب ونبحث لكم على هذا المسلسل والتفاصيل ديالو ونشاركها معكم. كنشكركم على المتابعه، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله بخصوص هذا المسلسل.